ازيكم؟ في فيديو الارrays والfunctions كنت قلت ان احنا ما ينفعش نعمل initialize للفاريبل بتاع الفور لوب بأي رقم تاني غير الزيرو، لازم يبقى زيرو عشان يبقى صح. في الحقيقة ان المعلومة دي طبعا في السياق ساعتها كانت صحيحة، ولكن هي مش مطلقة، يعني مش دايما ما ينفعش ابدأ بزيرو. طبعا انا هنا بتكلم على اللوب اللي احنا بنعمله عشان نعدي على الارray، لانه لو لوب عادي انا ما بستخدمش الاي دي في اي حاجة. طبعا الاي هنا الفاريبل اللي انا بعدي بيه او بزود بيه اللوب عشان يشتغل. لو انا بس يعني مش بستخدمها في جوه اللوب، انا بس بعمل يعني بستخدمها عشان بس ان هو يتكرر، ساعتها مش هتفرق انا هبدأ برقم ايه وهنتهي عند رقم ايه طالما انا عملت العدد صحيح. ولكن هنا لو انا مثلا مش عايزة ابدأ بزيرو، طبعا ما ينفعش ابدأ برقم مش نيجاتيف، برضو بتكلم في سياق الاري. لازم ابدأ من زيرو. طيب لو انا مش عايزة ابدأ بزيرو، عايزة ابدأ مثلا بثري، ممكن ابدأ بثري فعلا، ولكن هضطر هنا اجي احط ماينس 3 في المكان اللي انا بختار بيه الاليمنت اللي انا عايزة اشتغل عليه دلوقتي. وهنا برضو في الليست دان هخليها 13. ليه؟ لان انا يعني المفروض انه الاري بيبدأ من 0 لحد size minus 1. فانا دلوقتي لما ابدأ بال3 هيبدأ من الاليمنت الرابع، مش هيبدأ من الاليمنت الاول. ف لما انا اعمل هنا minus 3، يعني انا لما يجي يبتدي ب3 هعمل هنا 3 minus 3 فيبقى 0، فكده هيبقى مظبوط. وهنا برضو كذلك عشان لما يوصل عند ال13 يبقى أكنها 10، فيبقى كده مظبوط. طيب ممكن أنا أكون مش عايزة أبدأ من الإليمنت الأول، ممكن أنا أكون عايزة أبدأ من الإليمنت الرابع، فخلاص هخلي دي زي ما هي، ودي برضو ترجع 10، فكده هو مش هيعدي على كل الإليمنت. فخلينا نعمل array. تمام، وخلينا نشوف كده هيبتدي من فين. يعني ده مش كلب. تمام، هنا فعلا ابتدى من الإليمنت الرابع اللي هو هنا 4، وبعد كده كمل اللوب عادي، فكده هو صح واشتغل تمام. بس طبعا ممكن يديني سيماتيك ايرور لو انا عايزه اعدي على اللوب كله. ف في الحاله دي هيبقى يعني هو الكومبايلر هيشتغل عادي، بس انا كده عملت خطأ لانه ما ادانيش النتيجه المطلوبه. ولكن لو انا مش عايزه يعني انا اول 3 elements مثلا هيكونوا رقم بيعبر عن حاجه مختلفه مش اللي انا عايزاه، لو انا عايزه اعمل مثلا sum او دول مش لازم يتعمل لهم print او اي حاجه، فساعتها اقدر ابدا من ال 3. طيب ايه هتبقى المشكله مثلا لو انا غيرت دي ل11 مثلا، وانا احتفظت برضو بنفس الاري اللي عندي بنفس العدد بنفس السايز بنفس كل حاجة؟ ده اللي هيطلع رقم غريب جدا، انا ما كتبتوش ولا حطيته في الاري ولا عملت اي حاجة، والسبب ان انا تعديت الحدود بتاعة الاري. فهو لما وصل عند رقم 10، لان هنا less than ما فيش or equal، فساعتها هو يعني هو معرفش انه يوصل لحاجة، فهو ده اللي حط. وبس كده، ده كان الفيديو. انا بس حبيت اوضح الموضوع بشكل اكبر، انه هو مش شرط ان احنا نبدأ بزيرو، بس الفكرة ان احنا ما نكتبش ولا رقم نيجاتيف ولا نخرج بره الباوندرز بتاعة الاري. بس كده، لو عندكم اي اسئلة اكتبوها في الكومنتس، ولو عندكم برضو حاجات حابين نتكلم عنها في الفيديوز اللي جاية اكتبوها في الكومنتس. سلام.